من ذلك قول الآخر: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. أي وما كان قيس موته موت واحد، هلك بمعنى موت. هذا البيت عجيب جدا، حتى قال فيه أبو عمرو بن العلاء: هو أرثى بيت قالته العرب. أرثى بيت قالت العرب هذا. وحتى قال ابن الأعرابي: هو بيت قائم بذاته لا نظير له في الجاهلية ولا في الإسلام. وهذا البيت لعبدة بن الطبيب يرثي فيه قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه، وكان أحد وجهاء العرب وأحد سادتهم. واش فهمتوا البيت؟ تشوفوا فيه بشي عينين ما فهمت أنا واش عرفت. واش فهمتوا؟ وما كان قيس هلكه هلك واحد. إنسان مات، كم مات؟ أنت صافي بوحدك. لكن هذا قيس لم يكن موته موت إنسان واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. يقول عبدة بن الطبيب: عليك سلام الله قيس بن عاصم، ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من أوليته منك نعمة، إذا زار عن شحط بلادك سلما، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. هذا يقع، تعرفون في الناس يموت أحد الناس في عائلة ما، فيكون موته سببا في تفرق الناس، لأنه كان هو الذي يجمعهم وكانوا يئلون إليه وكذا، فلما تفرق مات هو، تفرقوا كأن بنيانهم تصدع وتشتت. هذا الهلك يطلق على الموت.